صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. موضوع النهاردة ممكن يضايق ناس كتير قوي، بس في الحقيقة انا بشوفه موضوع مستفز جدا جدا، خصوصا لما الاهل يكون ناس على قد حالهم. الحكاية ما فيها جاتلي كذا حكاية بنفس النمط بنفس الاسلوب، وهي اني انا جوزي مسافر وانا قاعدة عندي اهلي وهو بيبعت لي مصاريف، وانا بصرف حاجات بسيطة كده على عندي ماما، وبحوش الباقي وبجيب حاجات ليا وبرفه عن نفسي شوية، لاني طبعا مش هقدر اقعد في بيتي لوحدي لاني بخاف اقعد لوحدي. فطبعا الرسالة ديت بتجيلي من ناس كتير جدا يا جماعة، وبشوفها بجد رسالة مستفزة جدا. ليه يا جماعة الراجل يسافر ويحمل حماه وحماته مصاريف ولاده؟ لان كل اللي بيبعتوا بيقولوا بصراحة بابا وماما شايلين عني كتير جدا، فانا عايزة احوش او اخش جمعية بالفلوس اللي جوزي بيبعتها لي. هو انتوا يا جماعة هتحوشوا على قفا امكم وابوكم؟ بجد ده مفيش بجد احساس. يعني انتي جوزك يسافر ويتغرب بدل ما يبني مستقبلكم انتوا الاتنين مع بعض، انتي عايزة هو يبني مستقبله في الغربة وانتي تبني مستقبلك على قفا امك وابوكي؟ يعني مش كفاية الناس ديت جهزوكم وربوكم وتعبوا في تعليمكم ومصاريفكم؟ المفروض ان انتوا لما تتجوزوا بتشيلوا عنهم الحمل شوية. لا، بلاقي الوضع بيختلف، وبدل ما كانوا بيصرفوا على واحدة بس، لا بيصرفوا عليا انا واولادي. فطبعا بشوف الوضع ده سيء جدا، وبشوف ان البنت ديت ما عندهاش دم ولا عندها احساس بامها وابوها ولا حاسه بظروفهم. في ناس هتقولي طب ما يمكن ابوها وامها ظروفهم حلوه وهم راضيين بكده وعايزين يصرفوا على بنتهم. مفيش اب وام بيبقى عايز يصرف على بنته تاني. مفيش اب بيبقى جوز بنته ومستعد اللي هو يصرف عليها وعلى عيالها، حتى لو هو مقتدر او هو غني. مش يعني هو مش مطلوب منه ده حاجه ما تخصهوش، خلاص ديت بقت في عصمه راجل. وبشوف بقى بيقولك ايه، ده بيبعت لي 5000 جنيه، ده بيبعت لي 6000 جنيه، انا ممكن ادي لماما 2000 جنيه وانا اخد الباقي، انا ممكن اساهم ب1000 جنيه وانا اخد الباقي. طب لو انت قعدتي في بيتك ال5000 جنيه دول هيكفوكي في الشهر انت واولادك في مدارس؟ طبعا استحاله يكفوكي. يبقى ليه يا جماعه نبني مستقبلنا على شقه ابويا وامي، وخصوصا ان هم هيبقوا طبعا اكيد كبار في السن، فولا حمل تربيه ولا حمل اصلا دوشه اولادك ولا حملك تاني. فليه بجد بنعمل العبء دوت على الاهالي بعد ما كنا خلاص اتجوزنا وما صدقوا وصلونا لبيت جوازنا؟ فبجد لكل زوجة بتعمل كده راجعي نفسك وروحي عيشي في بيتك، وخلي جوزك الراجل اللي خدك من بيت ابوكي يتكفل بيكي وباولادك وبمصاريفك. لان عمرك ابدا وانت في بيتك ما هتصرفي ال5000 ولا 4000 اللي هو بيبعتهم لك دول. هو بيبعتهم لك علشان عارف ان ابوكي شايل كتير جدا في المصاريف، بيبعتهم لك عشان عارف ان امك بتساعدك. فليه تيجوا على امكم وابوكم؟ وليه يعني تخلوا شقة ابوكم لناس تانية؟ هو دلوقتي جوزك ومسؤول منك، مش مسؤولة انت ابدا دلوقتي من باباكي. لو باباكي بيديكي حاجة رمزية كده منه ليه ماشي، لكن يا جماعة الموضوع مستفز لدرجة ان ساعات الزوج ده بيقعد سنة وبينزل شهر واحد بس، تقوم هي الشهر دوت رايحة بيتها تصرف وتجيب الحلو كله، وبعد ما هو يمشي ترجع بقى ايه لبيت ابوها تاني. انت يا حبيبتي مش صغيره عشان تعيشي انت وولادك في بيتك، انت مش صغيره اللي تقولك بخاف اقعد لوحدي، اصل ما اعرفش انام وجوزي مش موجود عشان كده بروح عند ماما وبابا، اصل جوزي مش موافق اللي انا اقعد في الشقه وهو مسافر. ما خلاص يا حبيبتي ما يسافرش طالما هو مش موافق اللي انت تقعدي في البيت لوحدك، ما يسافرش. وانت لو انت مش واثق في مراتك ومش عايزها تقعد في البيت لوحدها خدها معاك، بس ما تحملش الاهالي وتضغطهم ويصرفوا على عيالك ويصرفوا عليك. هما كده بيصرفوا عليك لان ده واجبك انت اتجاه ولادك واتجاه زوجتك.
بلاش يا جماعه استلواح، وبلاش تشغيل دماغ، وان احنا نقول اصل احنا لسه في الاول، اصل احنا محتاجين ماما تساعدنا، اصل احنا محتاجين ماما تساندنا. لا، ماما خلاص جهزتك هي وباباكي وعملوا رسالتهم على اكمل وجه. خليكوا قد المسؤوليه، يا اما ما كنتوش تتجوزوا، يا اما تاخد زوجتك معاك وتصرف عليها وتتكفل بيها، يا اما تقعدي في شقتك معززه مكرمه وتشيلي العبء عن امك وابوك. لان في ناس كتير بتبقى مش مقتدره وبتبقى شايفاهم عبء جامد، وبتقوم مش عارفه ماما بتعاملني وحش ليه، وبتزعق لولادي ليه، ومش مستحمله ولادي، مع اني بديها 2000 جنيه في الشهر من الفلوس اللي جوزي بيبعتها لي. لا والله، لا والله بجد كتر خيرك. لا بجد بشوفهم باردين مستفزين. ما نقدرش يا جماعه نعمل كده في امنا وابونا بجد. يعني انتوا ليه، انتوا ازاي كده؟ وكمان شايفين ان امك وابوك اللي غلطانه، وجوزك يا عيني متغرب ومسافر هيعمل ايه؟ لا اما ينزل يقعد هنا ويشوف بيته ويشوف حياته، يا اما ياخدك معاه في السفر بره. ما تحملوش الاهالي فوق طاقتهم، الدنيا ما يعلم بها الا ربنا، كفايه عليهم قوي جهازكم وجوازكم. وفي بتبقى امهات لسه بتدفع في الاقساط بتاعه جهاز بنتها، وبتلاقي البنت جايه تقعد عندها بكل بجاحه. يعني ايه ده يا جماعه؟ بجد مش كده. لازم زي ما بتحسي بجوزك قوي وخايفه عليه، لا امي وابويا اولى. اخاف على امي وابويا واحس بامي وابويا، يكون عندي احساس بامي وابويا. بتضايق جدا اللي هي الست اللي تبقى تدافع عن جوزها اصل هو بيشقى وبيشتغل وتعبان وفيها ايه لما امي وابويا يشيلوني. لا، فيها كتير جدا، فيها كتير جدا. ولازم تراجعي نفسك انت وجوزك. ولو هو بعتلك 5 ولا 3 ولا 4، هو واثق ومتاكد ان انت لو قعدتي في بيتك هيبعتلك الضعف، لان دول عمرهم ما هيكفوكي ابدا انت واولادك. خصوصا لو في بامبرز بقى، ولا ولادك في المدرسه، ولا في دروس، ولا في كل ده مش هيكفي. فاتقوا الله في امكم وابوكم، وخلي بالكم من اللي انتوا بتعملوه، علشان هتتحاسبوا على كل ده. وما تفتكروش ان ربنا غافل على اللي انتوا بتعملوه. استودعتكم في رعاية الله، وامنوا في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.